في طبق الكشري دوّة فيه حبّة سرية، بس حبّة إيه، ليها تاريخ أقدم من تاريخ كل المكونات اللي حواليها، حبّة اسمها غريب شوية، أيوه هي العدس أبو جِبّة، بس السؤال هنا مش إيه هو، لأ، هو مين أبو جِبّة دوّة؟ العدس دوّة مش مجرد عدس عادي، أصل علماء الآثار لمّا كانوا بيحفروا في مقابر الأقصر زمان، لقوا طبق عدس مطبوخ بقشره، تخيّل! يعني طبق عدس عمره آلاف السنين، دوّة معناه إن كان أكلة أساسية عندهم، وكان بيدّيهم كمان القوة والصحة عشان يبنوا الأهرامات، لكن الاسم بتاع أبو جِبّة دوّة فضل لغز محيّر الناس كلّها، يعني دوّة اسم والّا هو لقب؟ بس الإجابة كانت بسيطة خالص. الاسم دوّة جاي من كلمة العدس أبو جِبّة، يعني بيحتفظ بجِبِّته اللي هي القشرة الخارجية اللي عليه، اللي بتدّي له اللون البني كده غامق، يعني أبو جِبّة دوّة ما طلعش شخص ولا حتى لقب، هي القشرة اللي بتحمي العدس وبتدّي له كل قيمته الغذائية. ولو عجبتكم بقى الحكاية ديّة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تسمع كل حكايات الأكل اللي جاية، ولو عايزين بقى طبق الكشري الرهيب دوّة اكتبوا لي في الكومنتات.